يا مرسي توكل على مولاك وبإذن الله كلنا وياك. يا مرسي توكل على مولاك وبإذن الله كلنا وياك. ونحاولوا خصومك يوم يأذوك هنكون رجالة بجد معاك. يا مرسي توكل على مولاك. أنا مبسوط من قرارات الرئيس بس ما يرجعش فيها. قرارات الرئيس يتمسك بيها هي قرارات كده 100 وكلنا مؤيدين قرارات الرئيس. هو نصبر عليه شويه يا اخوانا وندعي له، وانا بأيد قرارات الرئيس وربنا يعينك يا مرسي على الشعب المصري. واي حد فاسد هو اللي هيقف ضد قرار الرئيس، فلازم نشد على يد الرئيس ان هو يحارب الفساد وكل رموزه عشان مصر تتقدم للامام. فلو الرئيس ما اصدرش القرار ده قبل يوم 25 فكانت هتنتهي الجمعيه التاسيسيه ومجلس الشورى وما كانش هيبقى فيه انتخاب رئاسه وكنا هنرجع للمجلس العسكري. قبل ما يمشي النائب العام الشعب يرد تطهير القضاء. اتطهر القضاء صار الدكتور مرسي ما ينفعش، عشان الدكتور مرسي هو اللي احال النائب العام للتقاعد، يبقى النائب الدكتور مرسي ما ينفعش لانه هو اللي شاله. لكن لو واحد غير الدكتور مرسي يبقى قراره صح. نديله فرصة، لازم الشعب يديله فرصة ويديله وقت عشان يحقق رغبات الشعب ويأكل الفقير والمحتاج، يديله فرصة. وانا اعلن محامي الاستئناف العالي ومجلس الدولة وادخل محاكم ودي بهنتي وانا امتهن محنة المحاماة. انا شايف البلد لا فيها قانون ولا فيها قضاء ولا فيها دستور ولا في محكمة، وهي المحكمة عبارة عن القضاء في مصر عبارة عن قطاع خاص واللي فيه كلهم شوية نصابين وعظام حرامية وأفاكين وشغالة بالوراثة خالص. وعلشان البلد ترجع للشعب لازم القضاء يتطهر من الناس الحرامية والنصابين اللي فيه. ولما الدكتور مرسي في قراراته كلها سليمة 100%، واللي يقول غير ذلك يبقى راجل لا يفهم لا في القانون ولا في الدستور ولا في شيء. يا مرسي توكل على مولاك وبإذن الله كلنا وياك. يا مرسي توكل على مولاك وبإذن الله كلنا وياك. ونحاولوا خصومك يوم يأذوك هنكون رجالة بجد معاك. يا مرسي توكل على مولاك. القرارات اللي أصدرها الرئيس محمد مرسي هي قرارات لازمة للوقت الحالي اللي احنا فيه، لأن البلد حاليا في حالة عدم استقرار، وإحنا في الوضع الحالي إحنا ما زلنا في ثورة والمرحلة الحالية تحتاج قرارات ثورية، والقرارات اللي اتخذها الرئيس محمد مرسي كلها قرارات ثورية. أنا رأي في قرار الرئيس إن قرار الرئيس صائب وممتاز، لأن الحرامي هو اللي خايف، لكن الراجل النظيف هيخاف ليه؟ لأنه نظيف. الراجل النظيف على شغبار، الحرامي هو اللي خايف، واحنا نصبر عليه. الراجل يعني ما كملش 6 شهور، يعني من 6 شهور هيقول شيء يكون فيكون. ده ربنا خلق الدنيا في 6 ايام. الرئيس يعني هيعمل ايه؟ يعني النظام السابق كان قبليه قاعد 30 سنه نهبنا ومصص دمنا. عمل ايه؟ احنا من 6 شهور هنحمل الراجل دي كلها على راسه. الحرامي هو اللي خايف، لكن الراجل النظيف يخاف من ايه؟ انا رايي في الكلام اللي قاله الرئيس مرسي والقرارات اللي خدها انها قرارات ممتازه جدا. الى يعني وقت قريب كان النائب العام القديم كان يؤيد قرارات الفلول، وكان لا يقتصر لدم الشهداء ودم الجرحى، فإلى أن جاء أن تقف الثورة على قدميها ويأخذ كل حق حقه وقف الفلول، وهذه هي آخر خطوة للفلول إن شاء الله. والله طبعا مؤيد إن شاء الله، بس نصبر عليه شوية. صبرنا 30 سنة نخليهم 34 سنة. طبعا الإعلان الدستوري ده اللي هينجي البلد من اللي احنا فيه ده، اللي هينجي البلد. بالنسبة للدكتور محمد مرسي بيعمل الصالح للبلد كلها، بيعمل الصالح للبلد، وربنا احنا ما اخترناش، ده ربنا اللي جابه لنا للبلد دي عشان ينقذها من الضياع اللي هي فيه. فالناس اللي هي مش عاجباه دي، الناس اللي هي مش عاجبه مش عاجبهم الدكتور محمد مرسي، دول الناس الوحشين، الناس البلطجيه اللي عايزين يضيعوا البلد. الراجل محمد مرسي ده يعني ربنا يكرمه، ربنا بعته لنا يعني عشان ينقذنا. فمش عاجب الناس اللي هي وحشه، الناس الرأسماليه، الناس الحراميه، الناس اللي عايزين يمشوا على الناس اللي تبع النظام القديم. الناس اللي تبع النظام القديم عايزه تخلي البلد ديت
تحت، انما الراجل ده جاي عايز يرفع البلد. وابسط شيء ان هو اسرائيل عملت له 1000 احترام وبطل ووقفت الحرب على غزه. بلاش دي، ودي ما تشفعلوش. مش فعله كمان ان هو شال المشير وشال المساعد بتاعه. دي ما تشفعلوش ان هو يعني يبقى راجل محترم. انتوا عايزين ايه منه بالظبط؟ الراجل ده راجل محترم وراجل كويس جدا وراجل ما فيش زيه، ولو ربنا كرمنا الراجل ده يفضل معانا لحد مصر ما تبقى ببر الامان. لان احنا دلوقتي في الوقت الحالي اللي احنا فيه ده، احنا دلوقتي في خطر، والخطر ده اللي هينجينا منه مين؟ ربنا سبحانه وتعالى ثم محمد مرسي. وربنا بنسأل ان هو ربنا يكرمه ويرزقه بالناس الصالحه والناس المخلصه والبطانه الكويسه اللي هي تساعده على الخير وتساعده على رفعه البلد دي، لان البلد ديت مصر ام الدنيا، والحائدين ربنا سبحانه وتعالى عليهم، وباذن الله ربنا مش هيسيبهم باذن الله. يا مرسي توكل على مولاك وباذن الله كلنا وياك. يا مرسي توكل على مولاك وبإذن الله كلنا وياك. ونحاولوا خصومك يوم يأذوك هنكون رجالة بجد معاك. يا مرسي توكل على